ففي جني ركبهم، في جني ركبهم. طبعا أنا لا أؤمن إطلاقا شرعا، لا أؤمن بتلبس الجن بالإنس، وأعتقد أن هذا لا يتناسق لا مع القرآن ولا مع الشرع، وأن هذا من الأوهام الكبيرة التي للأسف قاعد تزرع في الناس باسم الدين. والله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس له سلطان لا على مؤمن ولا على كافر. يقول الله عز وجل عن المؤمنين إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وبالنسبة للكافرين يقول إبليس لأهل النار بعد أن قضي الأمر: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ما يملك إلا الوسوسة. يعني مرة واحد من الشباب كذا وضعه ملخبط، وأنا أفهم في المسائل: يا دكتور والله أنا يعني حالتي حالة ووضعي كله ومشاكلي كثيرة. قلت له إيش تحليلك؟ إيش تتوقع؟ قال والله أتوقع راكبني جني. إيش أعمل يا دكتور؟ قلت له اركبه. ليش يركبك؟ مين الأقوى، الإنس ولا الجن؟ إن كيد الشيطان كان ضعيفا، بينما بالنسبة للبشر وإن كاد كيدهم لتزول منه الجبال. إنسان قوي عندما يستجيب للشيطان يستجيب بإرادته وليس لأنه سيطر عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ما قال والرابعة لبسه جني إلى أن يطلع منه. هذا وما في ولا حديث صحيح في تلبس الجن بالإنس، ما في ولا واحد. فأرجوكم والله الجن بريء، يعني اللي فشل هو فشل مش الجن اللي فشل. طبعا بعض الناس يعتذروا بالسحر، عملوا لي سحر. جاني واحد من الشباب مرة، هذه شباب تسيطر عليهم أفكار مثل هذه، طبعا سينهاروا لن ينجحوا. جاني واحد من الشباب قال: دكتور صار لي 17 سنة مسحور. صار لك 17 سنة فاشل مش مسحور. ما في شيء اسمه سحر يستمر 17 سنة، ما في، هذا انسوا، هذا لعب، ولا أيام حتى. السحر لا يؤثر في الإنسان أصلا، السحر لا يغير شيء في الإنسان. على مذهب الإمام أبو حنيفة في العقيدة السحر ليس له حقيقة، هذا مذهب أبو حنيفة النعمان. ويستشهد بقوله تعالى: فسحروا أعين الناس. ما سحروا الناس، يسحر ما تتخيلونه، ما يسحرك أنت. وقول الله سبحانه وتعالى: فخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أو سحرة فرعون اللي هم أعظم سحرة في التاريخ، ما استطاعوا إلا أن يجعلوا خيالا ويسحروا أعين الناس. تلقى واحدة مسحورة 5 أيام. إيش اللعب هذا؟ الله يخليكم، خلونا نصحى، خلونا نصحى. طبعا إذا ما نفع لا هذا ولا هذا، العين والعين حق، لكن لا يجوز لأحد أن يفسر أي شيء بأنه سببه العين، لأنها غيب. ولم يفسر أحد من الصحابة أي أمر بأنه سبب عين. الوحيد اللي كان يفسر بالعين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه غيب. فلما واحدة تتكرر عليها الأمراض ويأتي التفسير أصابها عين، من قال؟ يمكن أصابتها جرثومة، من قال أصابها عين؟ فلا يجوز تفسير هذه المسائل لأنها غيب. فنحن لا يجوز لنا أن نتعامل مع الغيب، فنتعامل مع واقع، نتعامل مع أمور في أيدينا، لا نتعامل مع الغيب. الغيب بيد الله عز وجل. فإن عين حق ولها أثر لكن لا ندريه. أنا أعرف كيف التليفون يشتغل، أعرف أنه يشتغل بس ما أعرف كيف يشتغل. أنا أعرف أن العين حق بس ما أعرف كيف تؤثر، ولا أفسر أي شيء بالعين لأن قد يكون له تفسير آخر. إلا أن كنت أعلم الغيب وأنا لا أعلم الغيب، وأنت لا تعلمين الغيب وأنت لا تعلم الغيب، فلا يجوز لك أن تفسر شيء بالعين. وأنا تتبعت السيرة من أكثر من 200 كتاب، وتتبعت سيرة الخلفاء الراشدين، وألفت كتاب بالتفصيل عن كل واحد منهم. 23 سنة من البعثة، و30 سنة من الخلافة، 53 سنة ذكرت العين 2 فقط. احنا كل يوم 20 مرة. هذا لعب، هذا لعب. خلينا نصحى، الله يخليك. لن تنهض أمة طريقة تفكيرها بهذه الصورة، لن تنهض. ما راح ننهض إلا إذا
أمسكنا الأمور بأيدينا. أنا عشت 17 سنة في أمريكا، ما عمري شفت واحد مسحور ولا واحد ركبه جني، بس يركبونا احنا. مفروض يركبوهم هم الكفار، احنا مؤمنين مفروض ما حد يسيطر علينا. هذا بالنسبة لي كله لعب. وطبعا اللعب الأكبر بالأحلام وتفسير الأحلام. أنا ما عندي شيء اسمه تفسير أحلام، أعتقد هذا كله لعب أيضا. ما في شيء اسمه تفسير. لم تذكر الأحلام في القرآن إلا وذكر معها أنها أضغاث أحلام. 7 مرات ذكرت، في كل مرة هي أضغاث، أخلاط. كلمة الأضغاث يعني أخلاط ليس لها أساس. الذي ذكر هو الرؤى وليس الأحلام، وهناك فرق واضح، والقرآن يفرق، لكن احنا ما نفرق. والفرق واضح، أن الرؤية حلم يتكرر، فإذا لم يتكرر فهو حلم وليس رؤية. أما هذا استثناء فهو للأنبياء عليهم السلام. لكن عندما يتكلم القرآن عن الرؤى للأنبياء يقول إني رأيت، لكن عندما يتكلم عن بشر رأى رؤيا ما تجد إلا في حلم الملك أو رؤيا الملك. ماذا قال؟ قال إني رأيت ولا إني أرى؟ إني أرى. على كل حال، ليش توسعت في هذا؟ وسامحوني إذا استفزيت بعض الناس وخاصة أخواننا العلماء. أنا سامحوني يعني أخواني العلماء أحبهم وأساتذتي وعلى راسي، بس إحنا كمصلحين ومفكرين وأخواننا وأخواتنا العلماء دورهم أن يخففوا هذا في الأمة، لأن هذا من الأسباب للتخلف في الأمة كنهضة، ومن الأسباب الفشل الرئيسي اللي قاعد ينتشر بين الشباب اليوم. فعندنا مشكلة كبيرة يجب أن نقضي عليها. فالله يخليكم اللي فشل يعترف أنه هو فشل، لأن هذا أساس النجاح. أساس النجاح هو التشخيص الصح. فأنت لما تأتيني وتقول والله أنا في جني يتحكم فيني ما أقدر أعالجك، روح شوف لك واحد يعالجك. وأعتقد أن هذا أيضا كله لعب، لأن ما في تلبس أصلا عندي، وبالتالي هذا كله لعب. فإذا الله يخليكم خلينا ناخذ الأمور بأيدينا. ما يمكن تنهض أمتنا اللي تخلفت 400 سنة، إذا كنا محروقين حرقة حقيقية عليها ما يمكن أن تنهض إلا إذا غيرنا نحن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهذا مبدأ أنا طولت فيه شوية، لكن لأنه هو الأساس، هو الأساس لكل ما سنبنيه